انا جربت اعمل تجميعه ب 2000 جنيه وده اللي حصل. في البدايه انا كنت عايز اعمل تجميعه تكون كويسه لالعاب الاي سبورتس والمونتاج بسعر 2000 جنيه، بس واجهتني كام مشكله عشان اوصل للتجميعه. فكمل معايا الفيديو للاخر وانزل اعمل لايك واشترك في القناه عشان اكمل في السلسله دي، ويلا نخش على الفيديو. واول قطعه معانا وهو المعالج. في الميزانيه اللي معانا وهي ال 2000 جنيه بتبقى الخيارات محدوده، وفي الميزانيه بتاعتنا عندنا 3 خيارات للمعالج. واول خيار وهو الاي 3 4130. المعالج ده بيجي بنوايتين واربع مسارات، وبيجي بتردد 3 و4 على البيز، وبيجي بسوكت ال جي 1150. المعالج ده كويس لالعاب الاي سبورتس وسعره 300 جنيه. وتاني خيار معانا وهو الاي 3 4160. المعالج ده بيجي بنوايتين واربع مسارات، وبيجي بتردد 3 و6 على البيز. المعالج ده افضل بنسبه صغيره من الاي 3 4130 وسعره 250 جنيه. ونيجي التالت خيار وهو الاي 3 3220. المعالج ده بيجي بنوايتين واربع مسارات، وبيجي بتردد 3 و3 على البيز، وسعر المعالج ده هو 200 جنيه. وافضل معالج اخترته من المعالجات دي هو الاي 3 4160 واللي سعره 250 جنيه. ونيجي لتاني قطعه معانا وهي الرامات. وانا بلقي نظره كده في سوق المستعمل لقيت شخص منزل الرامه ال 4 جيجا دي دي ار 3 عامله 100 جنيه، فهنجيب حبتين 8 جيجا دي دي ار 3 هيبقوا عاملين 200 جنيه، وكده توتال السعر لحد دلوقتي هو 450 جنيه. ونيجي لتالت قطعه وهي الهارد. هنجيب هارد اتش دي دي 320 جيجا هيبقى عامل 200 جنيه، وهنجيب اس اس دي بحجم 128 جيجا هيبقى عامل في حدود ال 250 جنيه مستعمل. وده كده بالنسبه للتخزين. ورابع قطعه معانا وهي البورده. والبورده اللي هتشيل كل قطع التجميع وهي الجيجا بايت اتش 81. البورده دي بتدعم معالجات انتل من الاي 3 للاي 7 بسوكت ال جي اي 1150، وفيها سوكتين للرامات بتشيل لحد 16 جيجا دي دي ار 3 بتردد 1333 ميجا هرتز. والبورده فيها 4 مداخل للساتا، وبتدعم كروت زي الجي تي اكس 1050 تي اي والجي تي 710 والجي تي 730. والبورده دي سعرها في المستعمل عامله 700 جنيه. وكده توتال التجميع لحد دلوقتي هو 1400 جنيه. ونيجي لخامس واهم قطعه وهي كارت الشاشه. وانا بختار كارت الشاشه المناسب للتجميع لقيت كارتين مناسبين للتجميع، وهما الجي تي 630 والجي تي 730. الجي تي 630 بيجي ب 1 جيجا في رام جي دي ار 3، وبيجي بتردد 875 ميجا هرتز، وبيجي ب 28 جيجا باندويث. وكارت ده بيستهلك 50 واط وبيحتاج باور 250 واط، والكارت ده عامل 650 جنيه. وتاني كارت هو الجي تي 730. الكارت ده بيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 3، وبيجي ب 25 جيجا باندويث، وبيجي بجي بي يو كلوك سبيد 700 ميجا هرتز. والكارت ده بيستهلك 50 واط وبيحتاج باور 250 واط، والكارت ده سعره 800 جنيه. ونيجي لاخر حاجه وهي الكيس والباور. في ميزانيتنا انت عندك خيارين، اما ان يكون عندك اصلا كيس فهتحتاج باور بس، او عندك كيس ولا عندك باور سبلاي. وفي الحاله الاولى لو عندك كيس بس فهتجيب باور 300 واط هيبقى عامل 200 جنيه. اما لو انت في الحاله التانية اللي هي ولا ده ولا ده فهتجيب كيس ب 50 جنيه مستعمله هنلم فيها التجميع، وهنجيب باور 300 واط برضه هيبقى عامل 200 جنيه. ودي كده كل قطع التجميع. وسعر التجميع هو 2500 جنيه، يعني حوالي 50 دولار امريكي بوقت تسجيل الفيديو. تعال نشوف اداء التجميع في الالعاب وبعدين اقول لك عن افضل التطويرات اللي تحسن من اداء التجميع. I'll cover your advance. Just send me targets.
flowers. They're so pretty. They're carnations. We had some in my herbarium, but those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, come here. What? It will protect you, and is pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Okay, come on out. We won't hurt you. I promise. Can't hear you. Hold on. Got us this far, Edwards. I need you to do it again. We're out of these woods. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch? وزي ما انت شفت طبعا الاداء متوقع في الالعاب التقيله مش احسن حاجه طبعا زي ما انت شفت، بس ما تتوقعش انها تطلع لك اداء اعلى من كده بالسعر ده كويس اصلا انها شغلت العاب الاي سبورتس فوق ال 40 فريم زي جي تي اي في. تعال بقى نشوف ايه احسن التطويرات اللي هتحسن من اداء التجميع. واول حاجه وهي الرامات. في المستقبل ممكن تشيل رامه من الاربعه وتشتري رامه 8، او تشيل الرامتين ال 4 جيجا وتشتري رامتين 8 جيجا، هيبقى معاك توتال 16 جيجا، وده هيعلي من اداء المالتي تاسكينج والالعاب بشكل ملحوظ. وتاني حاجه هو كارت الشاشه. البورده اللي معانا في التجميع اللي هي ال H81 بتدعم كارت ال 1050 تي اي ال 4 جيجا. الكارت ده هيبقى ممتاز وهيطور لك جامد من اداء التجميع في الالعاب بشكل كبير جدا. وتالت حاجه التخزين. ممكن في المستقبل تجيب HDD 500 جيجا مع ال 320 جيجا اللي في الجهاز وتخليه للالعاب. ممكن تطور ال SSD وتجيب 240 جيجا مثلا وتخليها للبرامج. ودي كده بالنسبه للتطويرات. طبعا التجميع ممكن تقعد معاك حبه، بس هتحتاج تشتري تجميع اقوى من دي، بس دي انسب حاجه تبدا بيها ب 2000 جنيه وفي وسط الغلاء اللي احنا فيه ده. وانا كنت عامل فيديو من 5 شهور تقريبا كنت عامل برضو تجميع ب 2000 جنيه، انصحك تشوفه، هتلاقيه في الاي اللي فوق او في الوصف. وبس كده، ودي كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها على القناه. ولو عجبك الفيديو ده وصل الفيديو ده ل 500 لايك وشيره لكل اصحابك عشان اكمل في السلسله دي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.